في هذا الطوف الاخراني، ولكن الغالب الله. ولكن حنا ما نساوش راسنا، ما نساوش راسنا بانه الهم ديال المواطنين هنا في اكادير يعني هو نهتموا بهم ديريكتومون، نحلوا المشاكل ديالهم. وفي 3 سنين درنا من اللي ما داش 30 عام في هذا الشيء ديال المسائل الاجتماعيه، وهذه ماشي هي بلاصه السياسه، والسياسه نديروها مع لي سينيور في بلاصتها، وكنعرفوا ندابزوا معاهم وكيعرفوا يدابزوا معنا. خوتي مغاربه، السلام عليكم. اليوم الاربعاء 9 اكتوبر 2024. هذا النهار داير فيديو على دوره اكتوبر ديال المجلس الجماعي لمدينه اكادير برئاسه السيد عزيز أخنوش اللي هو رئيس الحكومة، وفي نفس الوقت هو رئيس المجلس الجماعي لمدينة أكادير. السيد لما كيحل فمه إلا باش يرتكب أغلاط فادحة لا تليق بسياسي، لا تليق بالسياسي. عزيز أخنوش بلا المستشارين ديالو، هادشي راه مدور به واحد العدد ديال المستشارين وشركات التواصل، كيفاش تدوي، كيفاش تحرك يديك، اشنو دير، وبالرغم من هادشي كله كيحل فمو كيزبلها، داير بحال وزير العدل ديالنا. غادي تشوفوا معايا هاد الفيديو الفضيحه، هاد الفيديو اللي خاصو ماشي يحط استقالته، خاصنا حنا كمغاربه نطالبوا بإقالته، خصنا نضغطوا لإقالة هذه الحكومة. هذه فضيحة. عزيز أخنوش سمعوا شنو كيقول، وشوفوا كيفاش واحد المستشارة عضوة في جماعة أكادير السيدة رجاء ميسو، كيفاش الطريقة ديال تلقاء رقي السياسة. شوفوا السيدة كيفاش كتكلم، عطات درس لرئيس الحكومة، عطات درس العزيز أخنوش، عطات درس في السياسة وحتى في الاقتصاد للسيد رئيس المجلس الجماعي لمدينة أكادير. وشوفوا كيفاش احتقرها، كيفاش السيد ما قدرش يدير جملة مفيدة، كيفاش ما عندوش الشجاعة السياسية باش يجاوبها. غادي نخليكم مع هذا الفيديو. الكلمة للسيدة رجاء ميسو، تفضل. شكرا السيد الرئيس، السيد ممثل السلطة، السيدات والسادة عضوات وأعضاء المجلس الجماعي. اسمح لي السيد الرئيس، في البداية أود أن أنوه بالمجهودات الجبارة اللي كيقوموا بها موظفات وموظفي المجلس لخدمة مصالح المواطنين وكذلك ضمان سيرورة هذا المرفق. السيد الرئيس، كنعرفوا أن دورة أكتوبر ماشي دورة عادية، وضعها المشرع كمحطة حاسمة في برنامج أو في أجندة برنامج الجماعة. وبما أننا كنناقشوا النقطة الأولى متعلقة بالميزانية، الميزانية مرتبطة بالمال العام، والمال العام كيوضعنا أمام مسؤولية كبيرة أمام المواطنين وأمام الله سبحانه وتعالى. لهذا السيد الرئيس اسمحوا لي أننا كنقراوها بواحد العناية، وكنوضعوا مجموعة من التساؤلات كذلك بواحد العناية، وكنبغيو فيها إجابات مباشرة بعناية مباشرة. السيد الرئيس، أنا نمشي معك للنقطة الصفحة 3، تنظيم الندوات والمناظرات والتداريب. كاينة مصاريف الاستقبال وكاين مصاريف الايواء والاطعام. انا بالنسبه لي السيد الرئيس مصاريف الاستقبال كتعاود، لان مصاريف الايواء شنو هو الاستقبال، شنو هو الايواء. الا بغينا نمشيو للاستقبال نقدروا نفهموه في النقل، راه كاينه مصاريف النقل، دونك هذه ميزانيه بالنسبه لي كتعاود. ما فهمتش، لان حتى الاستقبال بلغه المغربي زعما التمر والحليب راه غتدخلها في الاطعام. النقطه الثانيه رفعتوا منها بناء على شنو هو البرنامج. الا غنرفعوا منها عطونا البرنامج نتبناوه معكم السيد الرئيس، ولكن هكذا غنرفعوا منها بدون برنامج الامر شويه صعيب. نمشيو للصفحه 4، نقل وتنقل الموظفين المتعاقدين. كنمشيو للنقطه المتعلقه بمصاريف التدريب. السيد الرئيس مصاريف التدريب ولات مضاعفه، وعندنا واحد البوابه واحده اخرى غادي نوصلوا ليها فيها حتى هي مصاريف التدريب. تدريب ملي كنقولوا المنتخبين شحال ديال التداريب كنقولوا تخسروا ديال الفلوس. الاخوان كيقولوا بلي ما كان حتى شي تدريب هذه السنه، التدريب الوحيد اللي كان مع الجهه. اذا فين مشات المصاريف ديال 2024 مبرمجه هنايا؟ ما كاينش تدريب، والتدريب مكرر في مجموعه من هذا. وحتى الا بغينا نرفعوا منها شنو هو البرنامج، علاش بنينا باش نرفعوا من الميزانيه. الهبات والمعونات السيد الرئيس، كاينه مصاريف هبات ومعونات لصالح المحتاجين. شكون هما هاد المحتاجين؟ شنو هي المعايير ديال الانتقاء ديالهم؟ شكون اللي كيشرف على هذه العمليه ديال يعطي لهذا وما يعطيش لهذا؟ الامر فيه شويه ديال الاحراج. مواد غذائيه لاهداف انسانيه، شنو هما هذه المواد الغذائيه؟ شكون اللي كيعطي هذه المواد الغذائيه؟ لصالح من هذه المواد الغذائيه؟ حنا في الاغلبيه سيد الرئيس ما كنعرفوش لمن كتعطى وما كنعرفوش معيار التفاضل.
غنمشيو السيد الرئيس لصفحه سعود، ملاعب وقاعات ومركبات رياضيه، كاين لوازم شراء لوازم الرياضه. حنا كنتوصلوا بعشرات الطلبات من عند الناس في الواتساب ما كنعرفوهمش، كيطلبوا هذا مبلغ كبير باش كيتشراو اللوازم. الجمعيات ما كتاخذش على حد التساوي. شنو هو المعيار باش كيستافدوا هذه الجمعيات من هذه اللوازم الرياضيه؟ كيطلبوا تيشيرتات دي ميدايا، ما كنعرفوش شكون هي هذه الجمعيات، شنو هو المعايير اللي كتخضع ليها. الا كان ممكن السيد الرئيس شي معيار موضوعي نتبناوه جميع معاكم. السيد الرئيس سونارجيس، علاش 2 المليون ديال الدرهم؟ انا ما فهمتش 2 المليون ديال الدرهم وهي غتستخلص من عند المواطنين 3600 درهم. اسمح لي السيد الرئيس، انا بالنسبه لي هذا اعلان صريح بخصوصه المرافق العموميه. هذا ما يمكن الا نعتبره سياسه ليبراليه. السيد الرئيس اسمح لي، انا اليوم الظروف ديال المغاربه لا تسمح، المواطن الاكاديري جزء من المغاربه. انتم كتعرفوا كاين تضخم، ارتفاع الاسعار، الناس كتعاني في اكادير مع القوت اليومي ديالها. اليوم كتعرفوا السيد الرئيس بلي معدل الفقر ارتفع من 1.2 ل 6.6. البطاله كاينه واكادير ماشي بمنأى عن هذا، وبالتالي هذه الخوصصه هذه راه كتضرب المواطن الاكاديري. وحنا على مقربه والمناسبه شرط ايام قليله من عند واحد كيتزايد علينا وكيقول لنا الاشتراكيين باعوا مؤسسه هذا الوطن. السيد الرئيس حنا ما كنبيعوش مؤسسه هذا الوطن، وحنا السيد الرئيس ما كنخوصوش ذلك وكنبيعوا مؤسسه هذا الوطن. ما غتكونش قاعه جميله كبيره بحال هواء الطلق، غتكون مجاني وغتدخلوا لها بشكل مجاني. وبالتالي السيد الرئيس السيدة رجاء، شكرا على التساؤلات ديالكم والاسئله اللي جيتوا بها وعلى الاجوبه اللي جابوها اعضاء المكتب. انا فقط اذا سمحتوا لي ندخل 2 ولا 3 نقاط. مع الاسف كنا غاديين مزيان، دخلت شويه السياسه في هذا الطرف الاخراني، ولكن الغالب الله. ولكن حنا ما نساوش راسنا، ما نساوش راسنا بانه الهم ديال المواطنين هنا في اكادير يعني هو نهتموا بهم ديريكتومون، نحلوا المشاكل ديالهم. انا بغيت زعما غير باش نوضح بعض الامور. اما المسائل السياسيه اسمحوا لي، الليبراليه ولا السوسيال ديمقراط، كتعرفوا حنا دي سوسيو ديمقراط، وفي 3 سنين درنا من اللي ما داش في 30 عام في هذا الشيء ديال المسائل الاجتماعيه. وهذه ماشي هي بلاصه السياسه، والسياسه نجوها مع لي سينيور في بلاصتها، وكنعرفوا ندابزوا معاهم وكيعرفوا يدابزوا معنا. السيده رجاء. السيد الرئيس المحترم، انا بغيت ناكد لك على اننا حنا كنديروا السياسه وجينا من احزاب سياسيه ومن داخل انتخابات سياسيه. اليوم السيد الرئيس انا كنحمد الله ونشكر على نعمه الحزب ديالي اللي هو حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبيه، لانه كيعلمنا نكونوا سينيور فاش كنكونوا في صفوف الشبيبه الاتحاديه. حتى في الشبيبات التاريخيه السيد الرئيس كانت كتمارس السياسه على اعلى المستويات في الدول، واللي اعتبرتيه الان سينيور غادي نحتفظ به كموقف من رئيس مجلس جماعي، رئيس حكومه، امين عام لحزب التجمع الوطني للاحرار، لانه كيبين الفهم القاصر لمفهوم المشاركه السياسيه للشباب. فيما له علاقه بالاغلبيه، السيد الرئيس نحن مع الاغلبيه، ولكن السيد الرئيس راه اخلاقيات الاغلبيه تلزم الطرفين. اخلاقيات الاغلبيه كتلزمكم وكتلزمنا. اليوم انا ما يمكنش نكون كندافع على الاناره العموميه ما يزيد على 3 سنين السيد الرئيس، وقلت لك في دار الضيافه، قلت لك عندي مشكل في الاناره العموميه، العاملات كيخرجوا في 6 الصباح ما كاينش الضوء، وقلتي لهم فكوا مع ما لقيت ما مشيت كنلقى والو، فين ما كان شي مارشي كيترصد لشي جهه، فين موقع. اشنو بان لكم؟ شفتوا المستوى ديال رئيس الحكومه، شفتوا المستوى ديال رئيس المجلس الجماعي ديال اكادير، شفتوا المستوى ديال رئيس حزب سياسي اللي كيتحكم في المغرب، عنده اغلب الجماعات، عنده اغلب الجهات، كيسير المجالس الاقليميه، عنده كل شيء بين يديه. شفتوا المستوى ديال اغنى رجل في المغرب اللي في نفس الوقت قال لك هو رئيس حزب. السيده شفتوا كيفاش كتكلم، رائعه رائعه، وما قدرش امام العجز ديالو باش يجاوبها جواب مقنع، جواب سياسي، كيقول لها هذه ماشي بلاصه السياسه. وسي اخنوش، واش انت جاي هنا مقصر؟ كيفاش ماشي بلاصه السياسه؟ راه هي هذه السياسه. جاوب السيده بطريقه حضاريه، طريقه علميه، بارقام وعلاش وكيفاش وشنو غنديروا. عندك مستشارين، عندك ناس، لا كيمشي لها لاقدر اسلوب ديال القرن 19 ديال اوائل القرن 20 اللي كان كيدار في بعض الدول الاوروبيه. مشى احتقر المراه المغربيه السياسيه،
قال لها السياسه كنديروها مع لي سينيور. عرفتوا شنو هادشي؟ كيتكبر عليها. انتي حقيره، انتي جونيور ولا مينيم ولا ما عرفت شكون، انا كنحقرك انتيا، كنحقر المراه المغربيه، انا كندوي مع الكبار. وشوف نتوما، وشوفوا على اسلوب. شتو كون دارها الحموشي غادي نقولوا هذا بوليسي، وهذا ملي كدوي يمكن مع الحموشي حسب الناس اللي كيعرفوه من اطيب خلق الله وقنوع وكل شيء. كون دارها المفتش العام ديال القوات المسلحه الملكيه ونقولوا هذا عسكري خضر ما كيعرفش يدوي، والسيد رائع على ما كيعاودوا الناس اللي هما مقربين منه في الطريقه ديال كيفاش كيتحاور وكيفاش كيقنع وكيفاش كيتكلم، كيفاش كيتقبل الانتقادات البناءه. وكنجيو عند واحد متسلط سلطوي عزيز اخنوش ويحتقر هذه السيده، هذه يحتقر المراه السياسيه. حنا كنديروا السياسه مع لي سينيور، هذه ماشي بلاصه السياسه. تصوروا معايا، شوفوا على اسلوب ديال عزيز اخنوش، هذا السيد اللي كيقول لك درنا في الميدان الاجتماعي، كيتكلم على الحكومه خلال 3 سنين اللي ما دارتوش الحكومات خلال 30 عام. صحيح، خلال 3 سنين الناس اللي ماتوا في البحوره ما عمرهم ماتوا خلال 30 عام. خلال 3 سنين هربا من المغرب، خلال 3 سنين الهجره اللي كانت سريه ولات علنيه ولات فضيحتنا فضيحه عالميا. خلال 3 سنين ولينا في ادنى المراتب في كل شيء الميادين. خلال 3 سنين فقرتي الشعب المغربي، فقرتيه داك الشيء اللي ما عمرو كان في الحكومات كلهم اللي دازوا. خلال 3 سنين السي اخنوش اسأتم للملك وللملكيه كيف ما عمرو تساء لهم خلال 30 عام. خلال 3 سنين السي عزيز اخنوش خرجتوا على هذه البلاد وكرهتوا المغاربه في السياسه وفي بلادهم. هذا هو اللي حققتوه، اللي بقى غير تفاصيل وغير كتخرقوا. خلال 3 سنين قال لك حققنا ماذا؟ نسى واحد القضيه بان في عهد حكومه بن كيران عزيز اخنوش هو اللي كان رئيس الحكومه الفعلي للمغرب، لان في وقت بن كيران ولا حتى العثماني ما كان عندهم والو. وكنقولها ونعاودها، اشنو هما الوزارات اللي كانوا عندهم وزاره العدل، وفي عهدهم ما بقات عندهم حتى سلطه فيها. ملي كنقول وزاره العدل تحيدت النيابه العامه، تحيد السلطه الاعلى للقضاء وتفرق هذا الشيء، بقى عندهم وزاره العدل البنايات. اشنو الوزارات اللي كانوا عندهم؟ نشوفوا عزيز اخنوش كانت عنده وزاره الفلاحه، وزاره الصيد البحري، وزاره الماليه، وزاره التجاره والصناعه وغيرها، عنده المياه والغابات، عنده كل شيء، وعنده الماليه، عنده كل شيء. الوزارات الحيويه ديال البلاد عند عزيز اخنوش، هو اللي كان رئيس الحكومه الفعلي. ما غاديش نسبيوها لا في بن كيران لا في العثماني، نكونوا واقعيين. ويجي اليوم وباسلوب سلطوي متسلط ويبدا يقول هاد الهضره هذه بان احنا كنلعبوا مع لي سينيور، احنا كنديروه. الله يا ودي عزيز اخنوش، الله يا ودي. ويتكلم ويزيدها درنا في 3 سنين ملي ما داش 30 عام. اخطر حاجه اللي يمكن توقع لشي واحد هو يكون غادي في الطريق الخطا ويتيق راسو انه غادي في الطريق الصحيح. انا بغيتو غير يدير تدوينه هو ويشوف غير الشعب اش كيقول عليه، واش هاد السيد واعي ولا ما واعيش. واحد السيد مقربه جدا، باش ما نقولش شكون، مقربه جدا من عزيز اخنوش. قالت لهاد السيد هذا اللي عندي كنعرفو شخصيا، قالت ليه اكبر غلط درنا هو دخلنا للسياسه ولا كلشي كيسبنا ولينا مكروهين وكنسمعوا شي هضره. اكبر غلط هو هذا، ولكن بلا سياسه سي عزيز اخنوش ما عمرك توصل اقتصاديا لهذا الشيء وصلتي ليه. من ثراء فاحش درتي الفلوس. الناس راهم غالطين بزاف اللي ما عارفينش التاريخ، وكيقول لك لا هو راه كان غني من باه الله يرحمه ويوسع عليه في هذا النهار هذا، ما ذكرناه غير بالخير، ولكن راه ما كانش غني.
شركة أفريقيا كانت غادة للإفلاس، كانوا عليها الكريديات وكانت غارقة. راه كون ماشي دريس البصري هو اللي هز أفريقيا، كون ماشي دريس بصري اللي غادي نقولوا هجم على واحد الشركة ديال المحروقات واحدة أخرى وعطاها الأخنوش بواحد الثمن رمزي، وحتى هذوك الفلوس ما حطهمش، هذوك الفلوس تخادوا من واحد البنكة، والتفاصيل راها كلشي عارفها. انا ما عمرنا نسمعوا بشي واحد سميتو عايز اخنوش. كره شركه مشات للافلاس وزادت مع الطريق. سمعتوا عبد الاله بن كيران كيقول لك في 2016 عايز اخنوش كيطلب من عبد الاله بن كيران باش يتوسط ليه لدى جلاله الملك باش يدخل. هذا هو تمسكن تتمكن. وتجي السي عزيز اخنوش وتحقر على المستشاره بهذا الاسلوب القذر وتقول لها كنديروا السياسه مع لي سينيور ولا جاي للجماعه. بالنسبه لك الى هاد الناس كلهم محقورين ولا انت حاقرهم، الى هاد الناس دون المستوى، الى انت المراه ما كدويش معاها، انا كندوي مع سيادك، انا كندوي مع لي سينيور. راه قلت لكم كون دارها الحموشي كنا نقبلوها، نقولوا بوليسي. كون دارها شي جنرال العسكر غتقولوا العسكر خضرين ما كيعرفوش يدويو. احسن منك هاد الجوج هادو ب1000 درجه في التواصل، في التواضع، في اللي بغيتي. هذا غير مثال صغير، غير مثال صغير. ونجي ونقول لا هذه ماشي بلاصه السياسه. واش جالس كدير اخويا تما؟ الا ما كدير السياسه دخلتونا في الطرف للاسف للسياسه. واش عارف شنو هي السياسه؟ واش عارف شنو في هذاك المكتب؟ واش عارف السي عزيز اخنوش ان مره كيضحك وكيوسوس ليه في ودنو هذا النائب الاول ديالو مصطفى بودرقه؟ واش عرفتوا بان هذاك النائب الاول ديال عزيز اخنوش مصطفى بودرقه متابع قضائيا وكيتصنت ليه قاضي التحقيق في قضايا ديال النصب والاحتيال وخيانه الامانه هذا بالملايير؟ عنده قضايا رافعين عليه الناس في طاطا بان استولى على الاراضي ديالهم بمئات الهكتارات، والناس كاينين 120 هكتار ولا 115 هكتار. واش كيعرف عزيز اخنوش تعدى على مدينه اكادير ولكن كيهمو ديك 1000 مليار وراكم عارفين الوزيعه كي دازت؟ رئيس المجلس الاقليمي لاكادير مقرب من اخنوش، كان رئيس الجماعه ديال ايموزار، السيد لا يفقه شيئا في التسيير.